السلام عليكم بنات، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو بصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اليوم غنشارك معكم نهار كيفاش كيدوز عندي في رمضان. غادي نشارك معكم بعض المقتطفات كيفاش كيدوز، غادي نشارك معكم بعض الوصفات اللي درنا في الفطور وكذلك اللي درت البشره ديالي مورا الفطور. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. وبالنسبه اللي كتشوف القناه ديالي لاول مره ما تنساش شارك معايا في القناه، تفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد، وما تنسايش لايك الفيديو وتعليق زوين بحالك. واجي نبداو على بركه الله. اول حاجه بديت بها هاد لا روتين هذا او بديت بها النهار، حيت ضروري خصني نديرها الصباح بكري حيت كتاخذ شويه ديال الوقت وخاصها تبرد على خاطرها. وهي هاد التحليه اللي كتجي غزاله وكنستعملوها وكنستهلكوها مورا الفطور وكذلك حتى في السحور، كتجي بارده وزوينه ولذيذه وكتشبع. غادي نحتاجو فيها بسكوي عادي اي نوعيه متوفره عندكم، غنقطعو على هاد الشكل هذا قطع ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف. وغادي ناخذ شوكولا غادي ندوبوها، سواء شوكولا ديال الدهن او شوكولا عاديه، وغادي نخلطوها مع هذاك البسكوي. واللي ما متوفراش عندها شوكولا تقدر تاخذ غير كاكاو وتذوبو مع الماء وديرو حتى هو تخلط به هذا، حيت ما غاداش تخلط بزاف باش ما تعجنش ليكم، كيبقى هذاك البسكوي شاد شويه في راسو. وهنا غادي نجيو ناخذوا المول ديالنا او الطاوه ديالنا وغادي نسرحوا فيها هذاك البسكوي ونوزعوه على السطح ديال هذاك المول ديالنا بالتساوي بهذه الطريقه، ونبقاو نضغطوا مزيان باش تشكل لينا على شكل قالب. وملي نحطوا فيها الطبقه الثانيه تاخذ بلاصتها. ودابا البنات غادي نجيو نوجدوا الطبقه الثانيه. غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب، غادي نزيدوا فيه واحد 2 معالق تقريبا ديال السكر سنيده. بالنسبه للكميه البنات كيف ما قلت لكم كتبقى اختياريه، تقدر ديري نص لتر، تقدري ديري اطره الحليب اللي بغيتو. وهنا البنات زدت تقريبا واحد 2 معالق ديال النشا او الدقيق، اللي ما عندوش النشا يعوضها بالدقيق العادي الابيض ديال الحلويات. وهنايا البنات زدت واحد 2 معالق ديال الحليب بودره او نيدو، وكنخلطوا هاد السائل هذا مع باقي المكونات وهو بارد باش يذوبوا لينا هادوك النواشف مع السوائل. وكنديروه فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كتجمع لينا بهذه الطريقه هذه. وكنحصلوا على هاد الكريمه هذه، وما تغفلوش عليه بالتحريك باش ما يتكتلش عليكم بزاف ويتكتل عفوا بزاف ويشكل لينا هادوك الكريات اللي ما كيجيوش زوينين. من بعد ملي كيبدا يتجمع لينا هكا كنزيدوا فيه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه او اي نوع متوفر عندكم. كنبقاو نخلطوا كذلك مع التحريك المستمر حتى تذوب لينا هذيك الزبده. وهنا البنات كيكون الخليط ديالنا جاهز، وكتكون هذه هي الطبقه الثانيه. وكنصبوه على هذيك الطبقه الاولى ديال البسكوي. وبيان سور البنات كندخلوه للثلاجه قبل ملي كنديروا الطبقه الاولى ديال البسكوي، كندخلوه للثلاجه باش يشد في راسو مزيان، حيت الشوكولا كتكون شويه سخونه حيت كندوبوها. ودابا البنات غادي نجيو نوجدوا الطبقه الثالثه. هاد الطبقه البنات كتبقى اختياريه، بغيتي ديريها بغيتي تخلي غير هذيك الطبقه الثانيه. ملي كتخلي ديك الطبقه الثانيه كتجي شويه اقتصاديه اكثر. بغيتي تهلاي في راسك وتزيد الكريمه من الفوق راه كتعطي واحد المذاق زويون وشكل وكتجي رائعه وكتزيد تكمل الجماليه ديالها. وهنا البنات خديت الكريم شونتيي كتضيفيها يا اما مع كاس ديال الحليب يا اما مع الكريمه السائله، وكنطربوها مزيان حتى كطلع لينا الكريم ديالنا. الكريمه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرف يطربها، كلشي كيعرف يدير لا كريم شونتيي، تقدر تطلعيها غير بالماء. وكتكون هذه هي الطبقه الثانيه. وكنطبقوا البنات هاد الكريمه ديالنا على الطبقه الثانيه بيان سور من بعد ما خرجناها من الثلاجه. اي طبقه درناها ولا بد ندخلوها الثلاجه باش تشد في راسها وتبرد. البنات اللي بغات دير هاد الوصفه تحيد عليها بكري، حيت عارفين مع الفطور ما كيكونوا بزاف ديال الوصفات وهذه كتشد شويه الوقت وكذلك كتحتاج الثلاجه. ديريها بكري نوضي الصباح وقاديها، والعشيه خليه الباقي اللوازم الاخرين او باقي الشهيوات الاخرين. هنا البنات غادي نجيو نوجدوا الطبقه الاخيره ديال الغناج او ديال الشوكولاته الدائبه. كندوبوا البنات الشوكولات كذلك مع شويه ديال الزبده او شويه ديال الزيت اي نوعيه ديال الشوكولا، وكنزيدوا عليه الحليب هكا بالتدريج حتى كندوبوا الشوكولا. هاد كنزيدوا عليها فوق منها الحليب بالتدريج وحنا كنخلطوا حتى
كيدوب لينا تماما هذاك الحليب مع هذيك الشوكولا، وكنحصلوا على هذا القوام هذا بهذه الطريقه. ومن بعد كنضيفوه على الطبقه ديال الكريمه ديالنا بيان سور من بعد ما جبدناها من الثلاجه وخدات الراحه ديالها في الثلاجه. كنضيفوا ليها الشوكولاته هذه بيان سور تكون حتى كتبرد. ملي كنخلطوها مع الحليب ما كنديروش وهي سخونه ودافيه، اصلا حنا اون فوا كنخلطوها بالحليب وهي كتبرد، وديك الساعه كنضيفوها كطبقه اخيره وكنحصلوا على هذه النتيجه هذه وعلى هذا الشكل الغزال هذا. تحليه سهله غادا تنفعكم، غادا تعجبكم، سواء كلها من مورا الفطور. بالنسبه لينا حنا يا اما كناكلوها من مورا الفطور حتى كنساليو الفطور، كنغسلوا الموينات وكنساليو الشقه ديالنا عاد كنستهلكوها، او كنديروها مع الفطور عفوا مع السحور مع شي كويس ديال العصير ولا كويس ديال الحليب، وكتبقى خفيفه وكتجي لذيذه. وحنا عارفين حنا في رمضان ضروري كنتشهاو شي حاجه هكا حلوه، شي حاجه هكا زوينه كتفتح الشهيه، وكنستهلكوا هاد التحليات بزاف. وهنا البنات غادا نشارك معكم البغرير دارته ماما. صراحه حنا ما موالفينش كنديروا البغرير هكا في رمضان ولا كنفطروا به ولا شي حاجه، لكن خدات واحد المقله جديده وقالت والو غادا نجرب فيها البغرير، وقلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم. اول حاجه البنات كتاخذ 3 الكيسان ديال الفينو او السميده الرقيقه، كتزيد عليه كاس ديال الدقيق او الفورص ديال الحلويات، كنغربلوهم بيان سور مزيان، وكتزيد عليهم تقريبا واحد نصف معلقه ديال الخميره العاديه ديال الخميره اللي كنخبزوا بها الخبز، او نصف معلقه صغيره. وكذلك كنزيدوا فيه تقريبا نصف شاسي ديال الخماره ديال الحلويات او بيكين باودر. كنزيدوا عليه واحد القبيصه ديال الملح، وكنبقاو نخلطوه بالماء الدافي، الماء الدافي عادي غير من الروبيني. كنبقاو نخلطوه تقريبا ماما هنا استعملت واحد 2 كيسان كبار، وكتبقى تخلط هكا بالعاشق حتى كيذوبوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. ومن بعد كديروا في الخلاط الكهربائي حتى كيتطحن مزيان. ومن بعد ما كيتطحن لينا مزيان كنديروه في شي بانيو في شي طاسه، تنغطيه وكنخليوه حتى كيخمر على خاطرو. هنا البنات من بعد ما خمر كيف ما كتشوفوا كيولي ثقيل وفيه هذوك الفقاعات هكا. دابا كيولي صالح باش نطيبوه. انا بنات كنوريكم غير داكشي اللي كندير صافي. انا عارفه بلي البغرير ما شاء الله راه كلشي كيعرف يطيبوه، ولكن كتبقى تكنيك مختلفه، كل واحد وكيدير لا تكنيك ديالو. انا غير وريتكم داكشي اللي كنديرو وداكشي اللي كدير ماما، وديجا قلت لي بقاي تشاركي معنا الوصفات او الفلوغات اللي غديري في رمضان، وكنحاول نصور لكم غير مقتطفات حيت ما نقدرش نصور لكم كل شيء. عارفين الزربه كيفاش كتكون، عارفين ستريس كيفاش كيكون في رمضان، بالاخص ملي كيقرب يأذن بزاف الوصفات. انا كنحاول نوريكم غير داكشي اللي كندير على الاقل بعدا بكري، هذاك الشيء اللي كنوجدوه بكري وكيكون عندي الوقت وقادر نصورو راني كنصورو لكم. صافي البنات هنايا جربات المقيله، هي اصلا دارت هذا البغرير كامل غير باش تجرب المقيله. صافي جربتها صدقات مزيان، جا البغرير زويون ما شاء الله، جا زوين وبالصحه والراحه. وهنا البنات وجدت العصير، جا عصير زويون كيجي خاطر كندير فيه الليمون، كندير فيه خيزو، كندير فيه التفاح، درت فيه الكاكي، ودرت فيها واحد طريف ديال المورسون ديال الحامض او الليمون ماشي البرتقال، الليمون او الحامض. ودرت فيه البنان، يمكن قلت لكم البنان هو اللي كيخطر لينا العصير. صافي كيجي عصير زويون خاطر منعش، ضروري حنا خصنا العصير في رمضان. وهو اللي درت قبل كيف ما قلت لكم داكشي اللي كنديرو شويه بكري كنشاركو معكم. هنا البنات سالينا الروينه، سالينا الفطور، سالينا هنا دابا غادي نبدا نغسل الماعن. كيف ما ذكرت لكم في الفيديو السابق، انا فيما كنبغي نغسل الماعنات ضروري ندير شي حاجه لوجهي ونخليها ونغسل الماعن، ما كنجي فين نسالي الروينه حتى كنشوف ليا داك الماسك اللي درت لوجهي. هنا البنات قررت ندير كوماج حيت شحال ما قوميت البشره ديالي، شحال ما قوميت وجهي. درت المقشر المعتمد عندي اللي ديما كنشاركو معكم، معلقه ديال القهوه، معلقه ديال السكر وزيت الزيتون، وقوميت لابو ديالي. هنا البنات غادي نجي نوجد معكم الماسك. شوفوا البنات هذا الماسك راه كيعطي كميه كبيره، كنديرو وكنحتفظ به في الثلاجه وكنبقى نستعملو يوميا. كناخذ الروز او اي نوعيه ديال الروز عندكم، يستحسن يكون الارز الابيض، كنغسلوه مزيان الغسله الاولى الغسله الثانيه، من بعد كنديروه كيتسلق، كنسلقوه حتى كيتسلق لينا مزيان وخليوها البنات، خليو فيه شويه ديال الماء ديالو باش طحنوه به. هنا البنات انا غفلت عليه، مع كنت كنجمع في الروينه نشف ليا، ولكن زدت ليه شويه ديال الماء
وطحنت البنات، طحنته مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كنزيدوا عليه واحد المعلقه ديال العسل، ولا عندكم ماء الورد زيدوا واحد المعلقه ديال الماء الورد واحتفظوا به. وراه هو كيف ما قلت لكم كيدير كميه كبيره، ديروه في شي بواطه، ديروا كميه كبيره راه كيبقى معكم حتى الاسبوع. احتفظوا به في الثلاجه وبقاو تستعملوه البشره ديالكم يوميا. عارفين الفوائد ديال الروز خطير. وبالنسبه حتى البنات اللي تيعكزوا على الماسكات، هذا راه زوين، كديريه مره واحده وكتبقاي تستعمليه يوميا، ما كتعكزي ما حتى شي حاجه. فاش تنوضي تغسلي الماعن ديري ماسك لوجهك، وملي تسالي الروينه كتلقاي الماسك ديالك نشف، وهانتي ساليتي الروينه ديالك وحتفظتي حتى على البشره ديالك. ما يجي فين يوصل العيد ان شاء الله بحول الله، الله يبلغنا ليه ويسالي رمضان حتى تكون البشره ديالك زويونه. كذلك البنات نصحكم باليديات، ما تنساوش يدياتكم حتى هما قوميوهم وديروا ليهم عفوا ماسك. وبالصحه والراحه انتظروني فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي افكار، تخليو لي اراء وشنو بغيتو تشوفوا في القناه ديالي. وبسلام عليكم، موعدنا في الفيديو القادم.